السلام عليكم أصدقائي الطيبين، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله الكل بخير. رجعت لكم فيديو جديد. أخوكم شيف محمد سعد، وهذا الانستغرام مالتي اللي يحب يضيفني. أهلا وسهلا بكم. اللي عنده أي سؤال، طبعا عندي هاي كيكة 3 طوابق، راح أعلمكم طريقة العمل مالتها. هاي العودة نجيبها نشكلها بنص الكيكة لازم تكون هاي العودة. عندنا القاعدة جوا مال الكيكة الثانية. طبعا القياس مال الكيكة هاي أول وحدة هاي 20، قياس 20، وهاي قياس 12. عندنا القاعدة مال الكيكة لازم نثقبها من النص ونقصها مثل ما تشوفون على مود، نقعدها فوق اختها، نحركها هيج خاف بيها ميلان او شي، لازم تجي عدلة. باع هاي العودان ناخذها قياس الكيكة ونقعدها بالنص هيجي على مود تتحرك الكيكة، تبقى ثابتة ما بيها ميلان او شي مثل ما تشوفون. طريقة كلش سهلة. عندنا القاعدة مال الكيكة لازم تنثقب ثاني وحدة وأول وحدة لفوق مثل ما تشوفون. هسه عندنا الكيكة الأسفل قياس 20، والثانية قياس 12، الثالثة راح تجي قياس 8 فوقاها مثل ما تشوفون. هاي نقعد العودان بالنص، لازم العودة ما تطلع منا ومنا. هسه أنا عندي هاي بقت وحدة طالعة، مو مشكلة مثل ما تشوفون. نجيب الكيكة الثالثة اللي هي قياس 8، نقعدها بالنص هسه قعدت. راح نبلش النوب بالمراوير. شوف هاي القاعدة على مود تظل طالع منا ومنا، راح نقصها احنا، نقصها بالمقاس، نخليها ويا حافة الكيكة مثل ما تشوفون. هاي بالمروار هاي تزين أول بداية، بعدين نرجع نشوف منين معوزة مروار كذا، نرجع عليها شوية شوية مثل ما تشوفون. خلي المروار ينزل. وانت اذا تباوع الفيديو لا تنسانا من اللايك والاشتراك بالقناة وتسوي مشاركة، خلي الكل يستفاد. ان شاء الله الطريقة سهلة وواضحة قدامكم. واعذرونا مقصر وياكم بالتنزيل، بس الله شاهد يعني بالشغل ما لحق، يعني من 6 الصبيح ل4 ل5 العصر. يعني هذا الفيديو انا مصوره صار له يومين وما لحق اسجل الصوت مالته مثل ما تشوفون. هاي المروار هسه نرجع عليها مرة ثانية بالمروار. شوف منين معوزة نخلي لها، مو شرط يعني الكيكة لازم تكون جامدة وكذا، لا، اسقلها قبل اخليها بالبراد بين ما اكمل الثانية ابلش بيها. يعني الجو بارد ما يحتاج، بس اذا كان الجو حار لا اكيد تحتاج برودة. المروار لازم يكون شوية ثخين مثل ما تشوفون، عمود ينزل براحته وينزل يعني يبين لون احمر. اذا صار خفيف يطلع شفاف كلش، يعني ما مرغوب. هسه نبلش بالكريمة.
طبعا الفيديو انا لا قصيت بيه ولا قدمته ولا اخرته مثل ما تشوفون، حتى سرعة ما انطيته، اعمل الطريقة تصير واضحة قدامكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة، اكون ممنون منكم، التعليق الحلو. هنا صار خلل فني بالتصوير مثل تشوفون، بقى بس التنقيش بالكريمة. هذا التنقيش كله سهل، أكثريتكم تعرفونه يعني. شوفوا الكيكة شلون شكلها حلو صار. هاي كملت أول وحدة، وهاي الثانية هم كملت. هاي شوية بالسبرة، شوية نطي ألوان الوردة. لازم ايدينا تكون بعيدة عن الكيكة بالسبرة مثل ما تشوفون. اللي عنده أي سؤال خليه يكتب لي بالتعليقات، أو يضيفني بالانستغرام ويراسلني انستغرام ويراسلني، وبالخدمة إن شاء الله. نشوفكم في فيديو ثاني. لا تنسونا من اللايك والاشتراك وشير للفيديو. يلا باي باي.